السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودواها وعافية الإبدان وشفاها ونور العيون وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زيكم يا حبايبي، زيكم يا أحلى متابعين، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد. هنبعد بقى عن الأكل التقليدي ونعمل بقى النهارده كانيلوني. هنعمله بقى بطريقة حلوة كده وبسيطة ومختصرة، ما فيهاش أي افتكاسات. فعندي بقى هنا 3 بيضات، وعندي كوبايتين دقيق، وعندي كوبايه لبن، وعندي بقى شفشق الخلاط. هنعمله في الخلاط عشان الخلاط بينعمه ويخليه كده ما فيهوش تكتلات. حابه بقى قبل ما ابدا اقول لحبايبي اللي بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي بتجربيها وتقولي في التعليقات. حبايبي المشتركين معايا ربنا يديمكم نعمه عليا، تابعوا الفيديو الاخر، ما تبخلوش عليا باللايك. هنا بقى هحط 3 بيضات واحط عليهم فلفل اسود. طبعا ما دام في بيض هنزل بفلفل اسود، وبعد كده بقى هنزل هنا بكوبايه اللبن، وهشغل بقى الخلاط عشان صوت الخلاط. هقفل وارجع لكم. هنا بقى خلاص ادي عجينه كانيلوني اهي، وديها سمقيه. حطيت رشه ملح وحطيت 3 معالق زيت. عايزه تحطي سمنه مفيش مانع، لازم يبقى سمكه كده بقى اهو. هسيبه بقى يستريح 10 دقايق قبل ما اشتغل فيه. بقى جبت الطاسه وحطيت عليها مسحه زيت بس بالفرشه كده عشان ما تكترش الزيت، عشان ما يسيحليش بقى الرغيف كده ويبوظه. بمجرد بقى ما تسخن اوطي عليها واخلي النار متوسطه، وتابعوني لاخر الفيديو. هنا بقى نزلت بقى بربع الكبشه كده، ومجرد ما ينشف من على الحروف هقلبه على الجنب التاني. كده سلك وقلبته على الجنب التاني. هكمل بقى بقيه الكميه وارجع لكم. هنا بقى طبعا كنت مغطياه بالفوطه دي عشان حرفه ما ينشفش، ودي هي الكميه هي بقى اللي طلعت. وهنا بقى حشت كبشتين علشان ما اعملش بشاميل، عشان بيبقى تقيل وتكاليف. طبعا هحط بقى كبشه في ارضيه القالب البايركس بتاعي، وكبشه على الوش. تابعوني بقى لاخر الفيديو. هنا بقى البايركس اهو اللي هسوي فيه، هرص فيه بقى الكانيلوني. هنزل بقى كده بكبشه، وعندي بقى هنا كده خد واحده واحده الفها. شايفين بقى الطراوه وشايفين الجمال. افردها بقى كده واحط بقى اللحمه. انا معصجه اللحمه ومخليها على طول. احنا طبعا عصجنا اللحمه 100 مره مع بعض. الف بقى كده واجيب الجنب ده من هنا كده والجنب التاني، وكده اهو. وهرص هنا بقى في القالب. نعمل واحدة كمان.
تملي اغطيه علشان حروفه ما تنشفش. شايفين الطراوة؟ جميل جدا. وبعدين عايزة يعني الفت نظركم لحاجة، ان انا لما حطيت كوبايتين دقيق وحطيت كوباية لبن، فحسب الدقيق بقى فطلع بقى تخين شوية، فانت كلك نظر بقى، رحت مزودة نص كوباية لبن تاني، لان هو لو تخين مش هيطلع حلو. ادي التانية اهي. خلاص هكمل بقى الكمية عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. كده بقى اهو، ادي القالب بتاعنا، دي الكمية اللي طلعت. هاجي بقى كده على الوش كده عشوائي كده، وعندي بقى شوية جبنة موتزاريلا، وسخنت الفرن. وادخلها بقى الفرن وارجع لكم. وكده بقى اهو القالب بتاع الكالوري بتاعنا طلع من الفرن، وده شكله وريحته طبعا في منتهى الروعه والجمال. اتمنى بقى ان انتم تجربوه وشويه كده ويهدى، ونغرف بقى في الطبق ونوريه لكم. ده طبق الكانيلوني اهو، غرفته في الطبق وريحته بقى وطعمه في منتهى الروعه والجمال. اتمنى ان انتم تجربوه وتقولوا لي في التعليقات. والى اللقاء. وده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، والى اللقاء في وصفه جديده في فيديو جديد. ما تبخلوش بقى عليا باللايك، اللايك مش بفلوس، اللايك بيرفع الفيديو، ف ما تبخلوش عليا باللايك، وما تنسوش تصلوا على الرسول في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.